اللي ما بغاش يتهلا في صحته. ديما كنقول لكم قلبوا على بدائل اللي تكون امنه، وقراو المكونات ديالها ويكونوا مزيانين عاد تهلكوها وبالكم هاني. هذا المنتوج جاوني عليه بعض التساؤلات مؤخرا، بان في الاسواق المغربيه والحمد لله ولا شركات مغربيه كتنتجو، اللي هو الكفير. عباره على حليب مخمر غني بالخمائر الطبيعيه ديال الكفير، كيساعدنا في الهضم، كيحل لنا المشاكل ديال الهضم. اللي عنده مشكل في المصارن، كيجي الهضم صعيب، كيكون عنده مشكل ديال الغازات، راه هذا واحد الحل اللي زوين وطبيعي وامن، ومن الفوق كيقوي لنا المناعه وغني بالبروتينات. واحسن حاجه ان هذا المنتوج هذا بالضبط اللي دابا كنشارك معكم زيرو سكر اجوتي، ما فيش نهائيا سكر مضاف. اصحاب الريجيم ممكن يستهلكوه وبالهم هاني. والحاجه اللي كتهمكم دائما هي السكر والتنقيط، هو هذا اللي قدامكم 78 على 100 اكسلون، نقطه جد ممتازه، اوكان ناديتيف، ما فيه حتى شي ماده حافظه، البروتينات كاينين. والحاجه المهمه هي انه 0 غرام في السكر، ما فيش نهائيا سكر. هكذا ممكن نستهلكوه الناس العاديين، الناس اللي فيهم سكر، الناس اللي متبعين حميه، كلشي ممكن انهم يستعملوا وبالو هاني. واحد المنتوج طبيعي زوين غادي يحل لنا بزاف ديال المشاكل. كان هذا هو البرودوي ديال نهار اليوم. اي منتج عندكم فيه شي تساؤل خلوه في التعليق، كنحاول ما امكن نلبي الطلبات ديالكم. واي حاجه اخرى بغيتوها راه كاين مجموعه من لي فيديو على القناه، وما تنساوش تعجبكم لا فيديو.